نحن محمود عباس رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قررنا منح السيد مكاوي بن عيسى أمين العام لاتحاد المحامين العرب نجمة استحقاق من وسام دولة فلسطين تقديرا لدوره المتميز في إسناد حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتثمينا لجهوده في حشد التضامن القومي مع شعبنا بنيل حريته واستقلاله. الرئيس محمود عباس، رام الله، 2/6/2025. واعتزاز تمنح دولة فلسطين ورئيسها وقيادتها وشعب المكرم القائد المقابل والقولي معالي الأمين العام لاتحاد المحامين العرب هذا الوسام من نجمة الاستحقاق الفلسطيني. السيد الدكتور رمزي الفتاح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني ورئيس دائرة الفصل العنصري والاستعمار والاستعمار الاستيطاني لدولة فلسطين، معالي السفير لوح سفير فلسطين في القاهرة، معالي السفير هيثم علي سفير المملكة المغربية جلالة السفير جلالة الملك في القاهرة، سيادة رئيس اتحاد وإقليم المحامين سابقا لمصر وعضو الأمانة العامة في اتحاد المحامين العرب، والسادة الأمناء العامين المساعدين وأعضاء المنظمين والمسؤولين في سفارة فلسطين، سيدات والسادة، الحضور الكريم كل بصفته وموقعه والصفة وموقعه ووظيفته بكل الاحترام والتقدير والإجلال. أقف أمامكم اليوم وأنا جد متأثر لهذا الحفل الكريم الذي خصتني به فلسطين، والذي خصني به رمز فلسطين محمود عباس أبو مازن، الذي التفت إلينا رجل محمد السويس أمين العام لاتحاد المحامين العرب، وأتمنى أن يكون الاستحقاق وأنني أستحق هذا الوسام الذي يخلد تاريخي كأمين عام لاتحاد المحامين العرب. وإذا كان فخامة الرئيس عباس أبو مازن قد أهدى لي هذا الوسام الذي هو وسام الاستحقاق أو نجمة الاستحقاق الفلسطيني، فإني أتقاسم هذا الوسام
مع زملائي أعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، وأتقاسمه مع جميع المحامين في الوطن العربي حتى نقف دائما وابدا امام القضيه تجاه القضيه الفلسطينيه للدفاع عنها الى ان تستحرر فلسطين بقدسها عاصمه ابديه له. وانا بصدد تسلمي هذا الوسام وعلى ارض الكنانه، مصر العروبه، مصر الشموخ، مصر الصمود والتحدي، مصر 6 أكتوبر، إنني أحيي قيادة قائد مصر العظيم عبد الفتاح السيسي الذي ما فتى يقدم دعمه ومساندته من أجل تحرير فلسطين. دليل على ذلك أنه حاول أنه أجمع الفصائل الفلسطينية منذ سنة ونصف تقريبا من جهة توحيد الرؤى ومن جهة توحيد الفصائل الفلسطينية في بوتقة واحدة من الولد للدفاع عن القضية الفلسطينية. وأخيرا تحدى العدو في الوقت الذي كان يعمل على تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى أرض الكنانة. تحدى، فهو موقف يشرف العرب ويدافع عن القضية الفلسطينية ويدافع عن المواطن الفلسطيني اللي يبقى في بلده، لأن تهجير الفلسطيني إلى خارج أرض بلده إلى مصر أو إلى الأردن معناه تهويد الأرض الفلسطينية وجعلها أرض لليهود. على كل حال أنه يثمن عاليا الدور الذي يلعبه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى ما يقدمه لأجل تحرير فلسطين. وبالمناسبة وأنا مغربي أستحضر الدور الذي يلعبه المغرب بملكه المفدى جلالة الملك محمد السادس سلام الله ونصره والتمكين مثل القضية الفلسطينية. وكان المغرب أول دولة بنت ميناء غزة، كان المغرب لا يزال أنه رئيسا للجنة القدس وما يدعم القضية الفلسطينية وتمويل وتخصيص ميزانية خاصة للجنة القدس إلى أن تتحرر فلسطين ويتحرر القدس. وسنصلي جميعا بحول الله في المسجد الأقصى